الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باشر زيارة دولة إلى الصين تستغرق 5 أيام. زيارة تلت زيارته إلى روسيا، هي الزيارة الأولى لرئيس جزائري منذ الزيارة التي أجراها بوتفليقة عام 2006، اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تجمع بين الجزائر والصين منذ عام 2014. معي من جنيف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسن عبيدي. حسن عبيدي، هذه الزيارة تأتي مباشرة بعد الزيارة إلى روسيا، لا تحمل رسالة واحدة وإنما رسائل عديدة. يعني عدد الايام يشير الى ان الرسائل ليست واحده وانما رسائل عديده واهتمامات مشتركه. 5 ايام، انا اعتقد فعلا بان الجدول سيكون مزدحم، وان القضايا ما بين الدولتين قضايا عديده جدا، ويعني في النهايه نوع العلاقه لا يرقو الى ما تصبو اليه الجزائر، ولذلك جاءت هذه الزياره. طيب، الحديث الآن عن دعم بكين لطلب انضمام الجزائر إلى البريكس، مجموعة البريكس التي تعقد قمتها الشهر المقبل في جنوب أفريقيا. ما حظوظ مرور هذا الطلب؟ ليس صدفة يزور الرئيس الجزائري بكين شهر بعد زيارته لموسكو، أقل من شهر. هذا يعني أنه يريد فعلا حشد عدد مهم. دولتان أساسيتان هم روسيا والصين، ويعلم جيدا كذلك بأن الشروط غير متوفرة في الجزائر، الشروط على الأقل التقنية التي يصعب تواجدها في دولة واحدة، لكن على الأقل كما تعلم أن هناك عضوية وهناك طلب للعضوية تدريجي، أي بصفة مثلا ملاحظ أو عضو مشارك أو عضو ملاحظ حتى يصبح دولة عضو. بالتالي الجزائر هي تريد فعلا، وأعتقد أن حتى الصين وروسيا يهدفان إلى أن البريكس يصل كذلك إلى دول النامية، خاصة من إفريقيا. ولذلك أنا أعتقد أن الدخول أو عضوية بريكس بأي صفة كانت هي أحد الأهداف الأساسية في زيارة الرئيس بوتين، بالإضافة إلى العامل الاقتصادي. في النهاية مقترنة، لا يمكن أن تكون في بريكس إذا لم يكون لديك دخل قومي مهم جدا وشروط اقتصادية، ولا يمكن الجزائر كذلك أن تصل إلى هذا التنوع الاقتصادي والنمو الاقتصادي إذا لم تكن علاقاتها ليست متطورة مع دول مهمة منها الصين. شكرا لك حسن عبيدي من جنيف.